امتى آخر مرة قلتي فيها لأ لحد من العيلة وحسيت إنك مجرمة؟ لأ بسيطة صح؟ زي لأ مش هينفع أجي النهاردة، أو مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. بعديها فضلتي ليلة كاملة تفكري انتي ازاي كنتي هارش معاهم وقاسية جدا، وإن انتي كان مفروض تقبلي. النهاردة هنتكلم في ازاي نبدأ نحط حدود مع الأهل in general من غير ما نحس بإن الذنب هياكلنا. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. هحكي لك عن موقف قريته قريب. كان في واحدة كان عندها خالة، الخالة دي كانت بتجيلها في أي وقت في اليوم من غير ما تكلمها الأول. تفتح التلاجة، تدخل الأوضة، تبدأ تدي رأيها في كل حاجة، في الأكل لحد تربية الولاد. وفي مرة جت الساعة 9 الصبح وهي لسه صاحية من نص ساعة، فالبيت ما كانش مترتب، والولاد لسه لابسين البيجامة. والخالة دي بصت حواليها وقالت لها: ايه يا بنت البيت ده شكله عامل كده ازاي؟ انتي مش شايفة نفسك؟ البنت في اللحظة دي حست بإيموشنز كتيرة قوي عكس بعض. خجل، على غضبانة جدا، على إحساس بالفشل، على إن هي حد عمل لها judgment. فقالت لخالتها: حبيبتي تحبي المرة الجاية تكلميني قبل ما تيجي عشان أبقى مستعدة ليكي؟ الخالة زعلت جدا جدا وقالت لها: انتي اتغيرتي جدا، وسابت البيت وهي متضايقة. البنت دي فضلت طول اليوم حاسة انها غلطانة، رغم ان كل اللي هي عملته ان هي طلبت حاجة بسيطة جدا: احترام لخصوصيتها. احنا اتربينا على فكرة على ان البنت الطيبة هي اللي دايما موافقة، هي اللي دايما متاحة، هي اللي لازم تحط احتياجات الآخرين قبل احتياجاتها، عشان لو ما عملتيش كده 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 هيتقالك ان انت أنانية. فلما نحط حد جوانا بيقول لنا: انت بقيتي أنانية جدا، انت بتقطعي صلة رحمك، الناس هتقول عليكي ايه. بس الحقيقة ان احنا نحط حدود ده مش معناه رفض للشخص، ولا قطيعة، ولا ان انا بقطع رحمي. الحدود هي عبارة عن ان دي الباوندرز بتاعتي، دي الحتة بتاعتي، وعايزك تحترمها. والاحترام ده مش معناه عداء شخصي ليك. هي المشكلة على فكرة مش فيكي، هي المشكلة في الناس، ان انتي كسرتي عادة عندهم هم مش متعودين عليها، هم مش متعودين ان هم يحترموا حدود الآخرين. أي عادة لما بتتكسر بتسبب ارتباك شوية، وده مش دليل خالص إنك غلطانة. هما اللي لسه مش متعودين إن هما يحترموا الآخرين. عندنا هنا 3 طرق ممكن نعملها عشان نحط حدود، بس في نفس الوقت ما نحسش إن الذنب هيخلينا منهارين. أول حاجة ممكن إن احنا نقولها بهدوء تماما، مش بطريقة دفاعية ولا بطريقة هجومية، ومش لازم تشرحي أو تبرري لمدة 10 دقايق بعديها. هي جملة واحدة كافية: لأ يعني لأ، ببساطة شديدة وبهدوء. تاني حاجة، توقعي رد فعل عادي جدا. ما تاخديش الموضوع بطريقة شخصية. مش كل اللي هيزعل معناه انك غلطانة، سيبيه يزعل عادي. احيانا هو بس مش متعود على الشكل الجديد ده. تالت حاجة ودي من اهم الحاجات، انك تفضلي ثابتة على الباوندريز بتاعتك وما تتنازليش عليها المرة الجاية. يعني الحدود بتفضل بتترسخ بالتكرار، مش من مرة واحدة وبعد كده نحس بالذنب فنغير الحدود دي وبعد كده نرجع نتضايق فنحط الحدود تاني. لا، هنفضل ثابتين وهنكرر الباوندريز بتاعتنا. وعايزة افكرك في الاخر ان الحدود اللي بنحطها مش معناها ان انتي بتحبي اهلك اقل. ده بالعكس تماما، انتي بتحاولي تحافظي على العلاقة من انها تتحول لاستنزاف وغضب بعد كده. الذنب اللي بتحسي بيه ده مش بوصلة صح ولا غلط، هو بس صوت العادة القديمة اللي بتحاول تقاوم التغيير اللي انت عايزة تحطيه. قوليلي في الكومنتس ايه أصعب حدود حطيتيها أو حاسة إنك محتاجة تحطيها مع أهلك. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا. دي كانت حلقة من بره سكريبت في بودكاست لكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.